السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، ونبدأها بأبرز العناوين. بدأ حملة الطلاب الصيفية التنموية للعام الدراسي 2024-2025. جولة تفقدية للمزارعين في سجنيتي لمشتل الزراعة الطبيعية. اختتام أسبوع تنظيمات الشبابية في الإقليم الجنوبي. مقتل 28 شخصا في هجومين مسلحين شمال نيجيريا. أمريكا وكولومبيا تستدعيان سفيريهما على خلفية نزاع دبلوماسي. روسيا تعترف رسميا بطالبان حركة حكومة شرعية في أفغانستان. إلى التفاصيل. أفاد مدير حملة الطلاب الصيفية التنموية في وزارة التعليم السيد فتوى القرقيس لدى لقائه بوكالة الأنباء الإريترية إيرانا أن حملة الطلاب للعام الدراسي 2024-2025 ستبدأ من 7 يونيو الجاري وحتى 16 أغسطس. وأوضح أن الحملة تنظم هذا العام للمرة 27 وتنفذ فيها أكثر من 150 موقعا بمشاركة 30,000 طالب، منهم 41% من الإناث و1000 من المعلمين المشرفين وكوادر طبية وخبراء زراعيين. وأضاف أن 95% من الطلاب سينشطون في حملة المحافظة على المياه والتربة والتشجير وبناء وصيانة المدرجات الحوضية والحواجز، بالإضافة إلى المشاركين في النفير في المدارس للحفاظ على البيئة، وأن 5% من المتبقية من العدد الكلي سينشطون في مدن أسمرة وكران والنفر في أعمال التوعية ومراقبة القوانين المرورية. وذكر سيد فتوي أن البرنامج الموضوعي هدف إلى حفر أكثر من 1.4 مليون حفرة للتشجير وقرص 1.3 مليون شتلة وبناء 1100 كيلومتر من القوانين الحوضية وبناء 41 ألف متر مكعب من الحواجز، بالإضافة إلى صيانة 630 كيلومتر من القوانات الحوضية و24 ألف متر مكعب من الحواجز. وحث مدير حملة الطلاب الصيفية التنموية سيد فتوى القرقيس الآباء على تشجيع أبنائهم على المشاركة الفاعلة والمعلمين والمشرفين على متابعة العمل والمراقبة الجادة لسيره، موضحا أن البرنامج وضع لينفذ في 40 يوما من يوم الاثنين وحتى يوم السبت من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا. وأشار إلى أن الحملة بدأت في إقليمي جنوب وشمال البحر الأحمر الأسبوع الماضي من شهر يونيو مراعاة للأحوال الجوية في الإقليمين. نظمت وزارة الزراعة في 2 يوليو جولة تفقدية للمزارعين النموذجيين وخبراء الزراعة في مديرية سجنيتي إلى مشتل الأخرية للزراعة الطبيعية. شارك في زيارة تفقدية حوالي 60 مزارعا نموذجيا وممثلا من المزارعين، بالإضافة إلى الممثلين الزراعيين والخبراء الزراعة. وأفاد قسم العلاقات العامة في الوزارة أن الهدف من الزيارة هو تبادل تجارب الخبراء والمزارعين النموذجيين حول أساليب الزراعة الطبيعية بشكل عام والأسمدة والمبيدات الطبيعية بشكل خاص. وقال مسؤول مكتب الزراعة في مديرية السجنيتي السيد ياسو أسفو أن الجولة كانت مفيدة للغاية بما حوته من معلومات هامة جدا للمزارعين. من جانبهم أوضح المزارعون النموذجيون بأن وزارة الزراعة تلعب دورا هاما في تطوير خبراتهم وأنشطتهم من خلال البرامج التي تنظمها لتعزيز قدراتهم وتوسيع مداركهم. وأضاف أنهم سينقلون ما اكتسبوه من معرفة وخبرة إلى زملائهم المزارعين فور عودتهم إلى مواقعهم. وأوضح المدير التنفيذي لمشتل الأخرى للزراعة الطبيعية سيد ميكيل همداني أن المزارعين النموذجيين اكتسبوا المعرفة بشأن استخدام الزراعة الطبيعية وحثهم على القيام بأنشطة عملية ومشاركة تجاربهم مع المزارعين الآخرين. وأفاد الخبراء المشاركون في الجولة بأنها كانت هامة جدا وخرجوا بالعديد من الدروس التطبيقية تعزز من معرفتهم النظرية. يقع مشتل الزراعة الطبيعية التجريبي في مديرية أخرية بالإقليم الأوسط. نظم مكتب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في إقليم القشبركة دورة تدريبية في العلوم الاجتماعية من 23 يونيو إلى 2 يوليو في بارنتو. هدفت الدورة لرفع قدرات مجموعات الشباب عامة وشباب العمال في المؤسسات الحكومية خاصة. شارك في التدريب 139 موظفا من 16 مديرية.
وأوضح مسؤول الشؤون السياسية في مكتب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في إقليم القشبركة السيد أحمد طاهر أن التدريب شمل الفكر السياسي وضرورة ودور تنظيم وتاريخ الشعب الإريتري في العصور القديمة حتى الاستقلال والميثاق الوطني والنظام التنظيمي والدستور الانتقالي والوطن والوطنية وتطرف الدين وعواقبه ودور الشباب والمرأة خاصة في التصدي والتنمية. وقال سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في إقليم القشبركة السفير محمود علي جابران أن التدريب هو الأول من نوعه الذي يتم تنظيمه على مستوى الإقليم، مؤكدا على مساهمته الكبيرة في تعزيز المهام التنظيمية والسياسية. وقدم قائد القيادة الغربية العملية في الساهية في المناسبة شرحا حول تجربة الكوادر في النضال السياسي والمسلح للشعب الإريتري والمراحل الراهنة، وذكرهم ضرورة فهم هدف التدريب والقيام بدور الرائد في قرص الفكر الصحيح لما فيه مصلحة الشعب والوطن وتوسيع الاستفادة من مؤسسات الخدمات الاجتماعية وتعزيز برامج التنمية. هذا وقام المشاركون في الدورة التدريبية بالتبرع الطوعي بالدم. اختتم في مندفر أسبوع التنظيمات الشبابية الذي نظمه الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في الفترة من 28 من يونيو وحتى 2 من يوليو. أسبوع التنظيمات الشبابية والذي نظم من 10 من مارس في 12 مديرية بالإقليم الجنوبي تضمن مسابقات معرفية وفنية ورياضية. شارك في الأسبوع الذي استمر 3 أشهر 7139 طالب وطالبة. وقال مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في الإقليم الجنوبي سيد قرماي قبرو أن 420 شابا وطالبا من المديريات شاركوا في المسابقات النهائية التي أقيمت على مستوى الإقليم، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي هو أن يتبادل الشباب الخبرات وينقلوا القيم الثورية والاجتماعية من خلال الفن. من جانبه قال رئيس الاتحاد الوطني للشباب والطلبة السيد صالح أحمد دين أن الأسبوع هو امتداد للبرامج السنوية وانعكاس للقدرات الكامنة لدى الشباب. وأكد حاكم الإقليم الجنوبي السيد هبتات تسفاسين أن الأسبوع سلط الضوء على الذكاء العالي الذي يتحلى به الشباب والطلاب. وفي الختام تم توزيع الجوائز على الفائزين على المستوى الفردي والجماعي، حيث حصلت مديرية صنعاء على المرتبة الأولى لتنال كأسا ومبلغ 10,000 نقفة. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. قتل 28 شخصا في هجومين منفصلين نفذهما مسلحون في شمال نيجيريا. وأفاد المتحدث باسم التحالف العسكري متعدد الجنسيات أن مجموعة مسلحة هاجمت مخيما للنازحين في بلدة مالوفاتوري الحدودية مع النيجر، مما أدى إلى مقتل 11 شخصا على الأقل قبل أن تمكن القوات النيجيرية من استعادة السيطرة على المنطقة. واستخدم المسلحون في هجومهم شاحنات صغيرة ومزودة بأسلحة رشاشة، واقتحموا مخيما وآلاف النازحين في البلدة قبل أن يضربوا النيران في المستشفى المحلي وعدد من المباني الحكومية. وفي حادث منفصل بولاية سوكوت الواقعة شمال غرب نيجيريا، هاجمت مجموعة مسلحة قرية كواغالي مما أسفر عن مقتل 17 شخصا معظمهم من المزارعين. قالت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة استدعت سفيرها في بوغاتو بسبب تصريحات قالت أنها صدرت عن مستويات رفيعة في الحكومة الكولومبية، ما دفع الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية لاستدعاء سفيرها لدى واشنطن. وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تيمي برويس في بيان أن إدارة الرئيس دونالد ترامب استدعت القائم بالأعمال جون ماكنامارا لإجراء مشاورات عاجلة في عقب تصريحات لا أساس لها ومستهجنة من أعلى المستويات في حكومة كولومبيا. ولم تحدد الخارجية الأمريكية التعليقات التي اعترضت عليها أو الإجراءات الأخرى التي ستتخذها واشنطن. وبعد بيان واشنطن عن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو استدعاء سفير بلاده لدى الولايات المتحدة دانيال غارسيا بيني. أصبحت روسيا أول دولة تعترف بحكومة طالبان سلطة شرعية في أفغانستان، في خطوة مهمة في جهود الجماعة للتواصل مع العالم بعدما يقارب من 4 سنوات من استيلائه على السلطة وإعلان انتصاره على حربها ضد الولايات المتحدة. وأعلنت وزارة الخارجية الأفغانية أن سفير روسيا لدى أفغانستان ديمتري جورنوف
نقل بصفة رسمية قرار حكومة الاعتراف بإمارة أفغانستان خلال اجتماع في كابول مع وزير خارجية أفغانستان أمير خان متقي. وصرحت وزارة الخارجية الروسية أن اعتراف موسكو الرسمي بالحكومة في أفغانستان سيمنح دفعة لتطوير التعاون الثنائي المثمر بين بلدين في مختلف المجالات بما في ذلك التجارة والطاقة. وقال مسؤولون روس أن رفع هذا التصنيف سوف يسمح بتعاون أمني أوثق ضد تنظيم داعش خراسان، وهو فرع من تنظيم داعش ينشط في أفغانستان. أرسلت الصين قمرا صناعيا تجريبيا جديدا لتكنولوجيا الاتصالات إلى الفضاء من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الاصطناعية في مقاطعة شتوان بجنوب غرب الصين. وذكرت صحيفة الشعب أونلاين أنه تم إطلاق القمر الاصطناعي على متن صاروخ حامل من طراز لوانغ مارش 3B، ودخل المدار المخطط له، مما يشير إلى نجاح عملية الإطلاق حسب ما ذكر مركز الإطلاق. وأضاف المركز أن القمر الاصطناعي سيستخدم بشكل أساسي في إجراء اختبارات تكنولوجيا الاتصالات متعددة النطاق وفائقة السرعة. تذكير بالعناوين مرة أخرى. بدء حملة الطلاب الصيفية التنموية للعام الدراسي 2024-2025. جولة تفقدية للمزارعين في سجنيتي لمجتمع الزراعة الطبيعية. اختتام أسبوع تنظيمات الشبابية في الإقليم الجنوبي. مقتل 28 شخصا في هجومين مسلحين شمال نيجيريا. أمريكا وكولومبيا تستدعيان سفيريهما على خلفية نزاع دبلوماسي. روسيا تعترف رسميا بطالبان حكومة شرعية في أفغانستان. وصلنا إلى ختام النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. إلى اللقاء.